النشرة السيدان محمد زيان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان، والأخ خالد الجامعي رئيس تحرير يومية لوبينيو. مرحبا بكما. أوجه الكلمة الأولى للسيد زيان. هل نقول بأن المغرب يمضي الآن في الاتجاه الصحيح لاستئصال آثار التهريب؟ على كل الآن كنظن أن جل المغاربة وسيما يمكن نقول منكم الطبقة السياسية واللي كارل ماركس كان كيسميها الأقلية الواعية عندها واحد الاختيار: إما المغرب كعادته، وكنظن هذه هي القوة ديال المغرب. في 56 ملي كان العالم برمته كيعيش في الديماغوجية، كنظن أن المغرب عرف يكون بلاد رزين ثابت في القواعد ديالو، وعرف ما يستعملش الديماغوجيا باش يسير الشؤون العامة ديال البلاد، وهذا السبب ديال النجاح ديال المغرب، وربما كذلك هو السبب ديال المشاكل ديال المغرب، لأنه من يسيطر على العالم ما يسمح ليناش الاختيارات السليمة. أنا ضد الحملة ديال التهريب، أنا ضد الحملة ديال التهريب لأن أسلوب ديماغوجي، لأن التهريب إذا كانت واقع في المغرب فهي نتيجة سياسة، وإذا السياسة أدت لواحد الموقف أو واحد الوضعية اللي كان خصنا نعيدو فيها النظر، كخصكم تعيدوا فيها النظر بسياسة أخرى. وبالتالي كرجل ليبرالي ما نسمحش لنفسي ولو كنت وزير، وضعيتي كوزير ما تسمح لياش انني ما بقاش مرتاح مع ضميري. انا ضد الحمله، لان الحمله كتبنى على الشعارات، وان الشعارات دائما كانت مبنيه على الديماغوجيه. هذا النوع ديال الاسلوب ماشي اسلوب متمدن وماشي اسلوب حضاري. هذا موقفي عبرت عليه وما نتنازلش عليه. نعم. وبالنسبة للقلم الصحفي خالد الجامعي، كيف ترى هذه الحملة؟ اولا انا فرحان لانه كاين وزير اليوم اللي يمكن له يهضر بواحد اللغه ماشي لغه الخشب، فكنظن بان النوادي ديالها مزيانه. ثانيا انا اللي كنعتقد هو انه فيما الصحافه ولا فيما تحط المغرب في واحد المشكل كتوقع لنا حمله. نعم. ذاك النهار كانت حمله على قضيه الامن، بداو يشدوا في عباد الله، جات الحمله هذا راجل معمر جمعوه. اليوم كاين هذه الحمله ديال التهريب. انا اللي كنقول ان التهريب ما جاش ونزل، انه هذه نتيجه ديال واحد السياسه وواحد عدم السياسه بالاخص ديال 30 عام. نعم. خلاو هذا الشيء وصل حتى لهذا الحد. ناض الغوات قال اجي نبداو نجمعوا في عباد الله، وبدا خرق القانون، وبحال اللي قال زيان ذاك النهار في الاستجواب ديالو خرقوا حتى فصول ديال الدستور. فهذا ما يمكنش يتحل هذه المشاكل هذه ديال هذا. نزيد هو انه التهريب منين كيجي من الشمال ومن ناحيه وجده الى اخره. هذه النواحي بجوج، هذو النواحي ما تعطتهم حتى قيمه اقتصاديه منذ 30 عام. فهذا خاصنا نعرفوا كيفاش وصلنا لهذه الحاله، ومنين نصوروا الداء عاد يمكن نوضوا نخدموا، ماشي غير نهار الغواد ضرب واحد. نعم. الأستاذ زيان، تصريحك الأخير لجريدة ماروك يبدو، تكلمت عن وجود خروقات كبيرة في عملية التفتيش. أولا الخروقات موجودة في كل مكان. دابا عاد وأنا جالس عن يمينك دوزت ليا واحد الريبورتاج كنظن بأنه ملكة مالك اللي درتو. لا، فضيلة أنور. فضيلة أنور عفوا. ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق تمشي للمرسى وتصور كمية ديال البضاعة وتمشي تصور او تخيل الجماهير والناس اللي كيشوفوا التلفزيون بان هذيك السلعه مهربه. على اي اساس دوزتي ليا التسريات في واحد المكازا وبغيتي تخيل لي بانها سلعه مهربه؟ التهريب شيء والتجاره شيء اخر. المغرب هي السوق الحره والاختيار الليبرالي. المغرب هي البلاد اللي فعلا يمكننا نفتخروا بها، ما قامتش بواحد الاختيار تطرفي تقدمي، ما بغيتش نسمي لان ما كثروا عليا الاعداء،
فعندنا واحد السوق في المغرب كيمكن لك تصيب الكافيار والصومو والاك والازدهار والحاجه المزيانه والحاجه العيبه والحاجه المتوسطه. هذا كان افتخار ديال ما يسمى بمجتمع استهلاكي، سوسيتي دو كونسوماسيون. كيفاش غتجي وتحط الكاميرا ديالك وبدا تصور وتقول هذا التهريب وصلنا لنا لواحد الحاله. وكتظن بان هذه المواد يمكن تصويرها، هذه المواد اللي ذكرتي الان؟ شنو هو التهريب؟ لان حتى الروبورتاج عنده قوانين وعنده شروط ديالها. ما نعرف انا. اذا غير نمروا هذا الجانب السياسي باش ندخلوا في الموضوع ديالكم. ولكني انا راجل واذا شي حاجه عندها قيمه في ضميري وفي اختياراتي هو البشر. انا ما يمكنليش نسمح واحد المراه اللي عندها 45 او 50 سنه هجاله او مطلقه او ربما كاع ما جاش الحظ انه تزوجت، تمشي للشمال تطوان او العريش او الوجده وتصيب بان كاينه السلعه في المغرب وتشريها وتجي تبيعها في الدار البيضاء، وفي الدار البيضاء ديوها للحبس تقول له كدير التهريب. على اي منطق؟ على اي اساس غادي يمكن شي واحد يرتاح وينعس بضميره مرتاح وكعرف بانه اي تاجر اليوم لسبب مبرر او سبب غير مبرر غادي يمكن يكون يتعتق. اذا سي زين على ضوء المتابعه عليه يعني ان هناك احكام ستاتي من بعد. انا ما نعرفش غادي يجي من بعد. انا كنعرف بان هناك رجل الف السجن لان صابوا عنده العسل، وديك العسل جاي من واحد المعمل في طنجه، وديك المعمل طنجه كيكتب في القرعه بس الاسبانيه، قالوا له هذه عسل ديال اسبانيا. المعمل ديال واحد المغربي في طنجه كيخدم وكيسكن في هولندا. دابا داروا ديك الوثيقه ديال الاعتقال، الراجل غادي يجيبوه من هولندا معتقل، جايبين علاش؟ لانه استثمر في المغرب ولانه العسل مهربه في حين ان العسل مصنوعه في المغرب. هذا تهريب. تقول لي بان واحد السيد كاين في السجن لان كان كيباع البطاطا مقليه، الشيبس البطاطا، وصابوا عنده 275 كيلو ديال البطاطا، تقول لي هذا تهريب؟ اذا هادو هما الناس اللي كيمثلوا الان امام العداله. انا ما كنعرفش هذه الشريحه اللي كتذكر الان. موقفي انا راجل ديال القانون وراجل ديال المسؤوليه. انا ما كنقولش بان الناس اللي كيتمثلوا الان امام العداله وما دون. انا كنقول ما بين الخبر اللي وصلني، الشكايات اللي توصلت بها انا في الوزاره، كاينه الحالات، كاين الحالات ديال السيروم اللي بقينا نحلل فيها، اللي مشى واحد السيد مسؤول في البلاد وقال بان السيد ده باع الدم فيه السيده ديال كاريتا، وكاريتا دي 10 سنين بيت سالت كاين شي دم كيبقى 10 سنين. نبداو نفترضوا على عباد الله. سمعت بانه الان واحد الجريده اليوم قالتها بان الناس كيخرجوهم من السجن وكيعاودوا يردوهم من المقر ديال الاستنطاق او ديال الشرطه. هذا غير قانوني على امور مستحيل تكون وقعت. نعم شكرا. نبداو نفرضوا هذا الافتراض، راه ما عندكش الحق تفترض على واحد ما عدا البراءه ديالو وحسن نيته. نعم. امر الان الى خالد. المعلوم ان عدد كبير من الشباب يعيش بالفعل من ظاهره التهريب. الان ما مصير هذا الشباب؟ يا اخي لانه الوضعيه كتدفعهم لهادشي. والبارح هذوك الطلبه ديال المعطلين مشاو داو سيتين حدا العامله، جابوا البوليس عطاوهم قتله. كي بغيتي هاد الناس اللي المستقبل مسدود عنده عاد تجي تقول لي علاش كتبيع الكاو الديطاي ولا علاش كدير التهريب؟ لا، المشكل انه ما غاديش يمكننا. شوف معمر الهوى حلات شي مشكل في هذا البلاد. راه خاصنا نجلسوا ونشوفوا السياسه ونشوفوا شنو واقع علينا ونديروا واحد البرنامج للمستقبل اللي غادي يساهم فيه كل شيء. وما الا كنا غا نبداو دقه بدقه، كتعرفش كيقولوا لنا صغيوان، دقه تبع دقه الله يحد الباس. اذا هذه الحمله واش هي ظرفيه ولا كتكتسي واحد الاستراتيجيه بعيده المدى؟ لو كان كانت عندها استراتيجيه ما تكونش بحال هكا. نعم. هذه ظرفيه، وانا كنظن بانه داخله خاصهم يقولوا بانه كاين شي حاجه كذا وما كذا، ولكن لان السؤال اللي كنطرح هو انه بون زيان ها هو هنا اليوم كيتكلم بواحد الصراحه، ولكن الموقف ديال الحكومه. نعم بالفعل الاستاذ زيان، وانت المنتمي للحكومه، واش شاركتي في تهيئ هذا البرنامج؟ انا راني حكومه، حتى انا مسؤول الحكومه. نعم. حتى انا كنوه، كنقول، كنعبر، كنجدد، كنذكر القضاة بالمبادئ العامه. الان بقى الاختيار. القاضي راه راجل حر، والسلطه القضائيه راه هي مستقله. انا اللي كنقول بالك شي واحد يكذب على المغاربه ويقول لهم بان كاين شي تعليمات او كاين شي سياسه
او كاين شي خطه لا رجعه فيه. المغرب الخطه الوحيده اللي لا رجعه فيه هو احترام القانون، هي احترام حقوق الانسان، هي نفترضوا بان البراءه هي الاصل، هي عدم اعتقال البشر واحترام حريته ما عدا واذا ارتكب مخالفه. هذوما القواعد. كحكومه كوزير صاحب الجلاله جيت الان امام الشاشه باش نقول لساده القضاة راكم عندكم السلطه التقديريه المطلقه، وانا كنعرفكم بان عندكم الشجاعه باش تحكموا طبقا للضمير ديالكم، احكام اللي تحكم بتطبيق القانون، غير القانون ولا سيما القانون وحتى شي حاجه خارج القانون. شكرا الاستاذ زيان.